شبكة دولة القرآن الكريم تقدم يا صباح الفل والجمال على احلى اخوات واحلى صحاب، يا رب تكونوا كلكم بالف خير. فيديو النهارده بقى فيديو ان شاء الله هنتكلم فيه عن موضوع مهم جدا، واحنا كده بننضف النيش بتاعنا. بس كده بدأنا كده يومنا بفنجان قهوه كده، بحيث كده نفوق كده وناخد باور عالي. انتوا عارفين ان انا باخد باور عالي من القهوه. فيلا بقى كده لو حد النهارده عجبك ان شاء الله هيعجبك باذن الله. حطي لي بقى لايك واشترك كده في القناه بعد ما كل طبعا لفيت كده لفه واتفرجت على الفيديوهات اللي فيها. لو عجبتك اتمنى طبعا تنوروني باشتراكك فيها. اول حاجه كده عملت القهوه بتاعتي، وانا طبعا كنت بغسل عندي الكفرات او الوشوش بتاعه الركنه وبتاعه المجلس عندي. فطبعا يعني ده كنت عاملاه معاكم الفيديو اللي فات، شلت بقى كل حاجه ونضفنا كده. فطبعا كنت لسه بكمل يعني، فحبيت برضه ان انا اصور معاكم الجزء ده. يعني ايه، شلت دوره غسيل وحطيت ايه دوره تانية. نشرت طبعا بقى ودخلت بقى عندي على النيش. هنا النيش بقى كان محتاج ترويقه من نار، لاني بقى لي فتره سايباه متطرب معايا وشكله يسد النفس بصراحه يعني. فتعالوا بقى كده النهارده واحنا كده بنروق النيش بتاعنا وبنمسحه وبننضفه، نتكلم في موضوع مهم كده. موضوع يعني ناس كتير او ستات كتير بتفكر فيه، الا هو ايه الموضوع؟ انا فين وسط العيال والبيت والغلا واللي احنا قلنا فيه دوت. لو انت بتصحي وتنامي وانت بتجري ورا الوقت ورا العيال ورا البيت اللي عايز يتنظف، ورا الاسعار اللي بتغلى كل يوم، وبتحاولي تكوني ام وزوجة وشيف ومربية ومحاسبة نفسها، وكمان العيد جاي فوق كل ده، فضغط كبير علينا قوي قوي قوي. فتعالوا بقى نرتب كده ايه دماغنا سوا عشان نعرف نعيش ونحس ان احنا كمان بني ادمين، مش ان احنا بس مجرد آلات على قد نقوم من النوم بدنا نعمل ونسوي اكل شرب ميه مشاوير طلبات سوق. يعني قصه كده ما بتخلصش وكل يوم احنا فيها. فبيجي علينا وقت ان احنا بنفصل وبنبقى مخنوقين من البيوت او مخنوقين من المسؤوليه اللي علينا. فتعالوا كده هنقول مع بعض كده شويه حاجات، وانا طبعا قبل ما اقولها لكم انا بقولها لنفسي وبحاول اطبقها. انا فعلا بطبق منها حاجات ولسه هطبق حاجات كمان، بحيث ان انا ايه مش ابقى بس مجرد ام والحاجات اللي انا لسه ذاكراها معاكم في الفيديو دول. الاول بس هنا انا كده نزلت عندي اول ضرفه من النيش، وبدات كده بقى ايه امسح كده عندي شنط السكاكين وشنط شنطه المعالق وشنطه السكاكين. طبعا شنطه السكاكين انا مخلصاها اصلا، يعني كل ما كانت عندي سكينه تضيع او تبوظ او تتكسر كنت بروح اطلع سكينه بستسهل بدل ما اشتري. فلما خلصت على شنطه السكاكين عندي خالص. فهنا طبعا عندي نزلت عندي الكاسات والحاجات بقى هبدا امسحها كده معاكم. وانا نزلت عندي كده ضرفه ضرفه، عشان طبعا ما حبيتش ان انا انزل النيش كله، عشان خاطر الولاد عندي لسه صغيرين وايه وهي تكسر حاجات، وفعلا اتكسر حاجات. انا كل ما امسح النيش ده لازم يتكسر حاجات. فالمهم بقى ما علينا كده، وانا بمسح وبروق معاكم كده، وهتشوفوا طبعا الفيديو كامل وانا برص برضو النيش. ومش عايزه بقى حد يعلق على الرص بتاعي، الرص بتاعي على قده خالص، بس طبعا رص يعني مش رص اللي هو يعني ايه حلو، لا رص حلو بس يعني ايه حلو برضه حلو رص حلو بس حلو دي. المهم بقى نرجع نكمل موضوعنا تاني، واللي هو هيكون عنوان الفيديو انا فين وسط العيال والبيت والغلا. احنا عارفين ان الحياة بقت سريعة قوي وغالية في نفس الوقت. بقيتي بتجري من اول يوم، بدك تجهزي الفطار وبدك تنشري الهدوم وتطلعي هدوم وتغسلي وتطبقي ودروس ومدارس ومشاوير وطلبات، وفوق كل ده الاسعار نار، وكل حاجة بقت محتاجة تخطيط وميزانية. وكل ده بيخلي اي ست فينا تنضغط اكتر ما هي مضغوطة. الفكرة بقى ايه؟ عشان طبعا يعني احاول ان انا ما انضغطش اكتر او اتعب اكتر او اجي على نفسي اكتر. الفكرة هي ايه؟ ان الست فينا هي الاساس. خلينا واثقين كده ان الست هي عمود البيت، هي الاساس. لو وقعتي البيت كله هيقع، خليكي واثقة من كده. بس تعالوا نبص للموضوع من زاوية تانية. لو صحتنا اتدهورت ولو اعصابك باظت، مين هيكمل؟ مين اللي هيجي يقولك نامي وارتاحي وانا هعمل اللي انت عايزاه؟ ولو حتى هنفرض ان في حد بيعملك وقت ما تتعبي دايما، بس ده مش هيبقى على طول، ده هيبقى يوم اتنين فترة مؤقتة وخلاص هترجعي للي انت فيه تاني. فاحنا عايزين حل يعني ايه، مش هنقول حل مؤقت، بس عايزين حل دايم. عشان طبعا احنا هنفضل في اللي احنا فيه دوت، عشان دي هي الحياة كده. فاحنا عايزين حلول ليها للضغطة اللي احنا فيها دي كستات.
حل يريحنا. اول حاجه عايزين نعرفها ان الاهتمام مش رفاهيه، خلينا واثقين وفاهمين نقطة زي دي، ان الاهتمام مش رفاهية، وان انا لازم يكون معايا فلوس عشان اهتم بنفسي وابقى بست كده ايه. ده اولوية لكل ست فينا، الاهتمام بنفسك ده اولوية واولوية كبيرة، لانك انت العمود الفقري للبيت كله. لو انت نفسيتك حلوة البيت كله نفسيته هتبقى زي العسل، ولو انت نفسيتك تحت الصفر برضو البيت كله هتبقى نفسيته تحت الصفر. عشان نتفادى الموضوع دوت، وان احنا مش لازم نسيب نفسنا لما نقع وتبقى نفسيتنا تحت الصفر ونيجي بقى بدنا نفكر لحلول. لا، حاولي تفكري قبل ما تقع، او زي ما بيقولوا أو قبل ما الفاس تقع في الراس. حاولي تخصصي وقت لنفسك حتى لو 10 دقايق، والله لو هتقعديهم في الحمام. اهم حاجة انك انت كده تاخدي كده بريك من كل حاجة من يومك. وانا فعلا الفترة الاخيرة انا لما عملت كده نفسيتي اتغيرت 180 درجة. انا عايزة اقول لكم انا اول ما خلفت خالد وريتال دول كنت مضغوطة بين الولاد وبين البيت وبين الدروس بتاعت اخواتهم الكبار وبيني انا نفسيا، وحاسة نفسي ان انا مسحولة سحلة. واقعد اقول يعني لدرجة ان انا كنت بقول هو انا خلفت دلوقتي ليه، هو انا كنت بقعد الوم نفسي على حاجات ربنا يريدني بيها، بس انا ما كنتش منظمة وقتي او منظمة نفسي عشان ارتاح. ففي حاجات كده لما بنعملها ديت بتغير من نفسيتنا وبتخلي نفسيتنا للاحسن، تقومي تعرفي تفكري صح، تعرفي تعيشي يومك صح، تعرفي تربي اولادك صح. دي كلها حاجات بتأثر على النفسية، ما تستسهلوش بوها. شفتوا بوها دي؟ مش عارفة جت منين. المهم بقى الحاجة التانية اللي حابة اقولك عليها، ان احنا كتير قوي بعد ما بنتجوز ونخلف بالذات بننسى نفسنا. عايزة اقول لكم البسي البسي البسي، ومش لازم تشتري، مش لازم عشان يعني التفكير عندنا لازم لما البس لازم اروح اشتري، لا. انا عن نفسي عندي كمية هدوم قد كده مش كنت بلبسها، حاطه على نفسي بالعباية بنص كم وحاجات كده. ليه نعمل في نفسنا كده؟ هو انا عشان قاعده في البيت وبقول ما حدش بيشوفني يبقى ما البسش، احط على نفسي عبايه بتاعت ست زهره دي واني قاعده بيها او قاعده بالسدال، مع اني لما بطلع ممكن ابقى على سنجة 10. ما انا مش بطلع كل يوم، ما انا مش بخرج كل يوم، فلازم يعني في حاجات كده فعلا احنا اتعودنا عليها، بس التعود دي حاجات غلط اتعودنا عليها بس هي في حد ذاتها غلط. فالبسي، وفي نفس الوقت مش هقول لك روحي اشتري اللي على قدك، واشتري اللي على قد ايدك وعلى قد ميزانيتك وفلوسك. وهرجع واقول تاني الحاجة الاهم ان الاهتمام مش دايما فلوس، في حاجات كتير نقدر نعملها من غير ما نصرف فلوس ونبعزق يمين وشمال في وسط الغلا، في وسط ضرب نار الاسعار بقت كل يوم، وخاصة الهدوم كمان بقت يا لطيف يا لطيف ارحمنا بجد والله. ففي وسط الضغط وفي وسط المسؤوليات وفي وسط الحاجات اللي انا ذكرتها معاكم في اول الفيديو دي، اهم حاجه ما تنسيش نفسك. لو كوبايه شاي هتعمليها كده بتقفي 10 دقائق في البلكونه عندك، تاخدي كده نفس عميق وتفضي دماغك كده وتفضي كده وتفضي من التفكير ومن كل حاجه شاغله بالك وبدي اعمل وبدي اسوي وبدي اجيب وبدي اروح. بصوا، ده كلنا اي ست في الكون بتفكر في الحاجات دي، بلاش اقول اي ست في الكون، 3/4 الستات بتفكر في الحاجات دي. في ستات مش في دماغها والله العظيم، الستات دي اضرب لها تعظيم سلام، بس للاسف انا مش منهم. يعني انا نفسي كده ابقى اضرب كده زي ما بقول اضربي بنت الدنيا جزمه كده وعيشي وما تشغليش بالك. انا للاسف ما بعرفش، انا ما بعرفش، لازم افكر في كل حاجه وبدي اعمل ايه وبدي اسوي ايه، بس ده مش صح، دوت بدمر صحتنا. وزي ما ذكرت لكم في الفيديو فنحاول على قد ما نقدر، وزي ما انا بقول لكم بقول لنفسي، بس انا الحمد لله اللهم لك الحمد بطبق، يعني انا قلت لنفسي وطبقت فعلا، وده فرق في نفسيتي كتير جدا جدا. فحبيت ان انا يعني اتكلم معاكم في الموضوع دوت، لاني انا لما باجي اتكلم مع كذا حد من صحابي او اي حد عموما كده اتقابلنا عند دكتور ونيجي نتكلم في الموضوع دي، بلاقي المواضيع دي فعلا بتأثر على الستات بشكل كبير، وبيتكلموا فيها وهم مخنوقين، واللي تقول لي انا مش بطلع من شقتي، واللي تقول لي مش وعلى فكره برضو تغيير الشقه دوت، او تروحي مشوار، مش شرط مشوار تروحي لازم تصرفي فيه، ممكن تطلعي كده قدام البيت عندك تقعدي شويه. لا، ما يدينا ما عنديش القدره ان انا اقعد قدام بيتي، او ما ينفعش ان انا اقعد قدام بيتي، خلاص اتمشي شويه، روحي مكان. احنا كل اللي فيها عايزين يعني تبقى نفسيتنا حلوه، بس في نفس الوقت ما نصرفش فلوس كتير، لان طبعا احنا عارفين ومتكلمين عن الغلا والاسعار والحاجات اللي بقت اوفر. بس انت لو مقتدره اطلعي وروحي وتجيبي وهاتي، بس في نفس الوقت خليكي منظمه واعرفي انت بتودي فين وبتصرفي فين، عشان مش تيجي مره واحده تروحي صارفه الراتب بتاعك وتقعدي طول الشهر تغني ظلموه.
فالمهم أو ملخص كلامي كله، اعملي الحاجات اللي بتسعدك أو بتبسطك وفي نفس الوقت من غير ما تكلفك، من غير ما تكلفك. فانت لو انت بترتاحي وانت بتكلمي صاحبتك مثلا 10 دقايق في اليوم، 20 دقيقة في اليوم، اعملي كده. مادام حاسة ان دوت بيغير من نفسيتك وبريحك خلال يومك، اعملي كده. انا عن نفسي هقول لكم انا بعمل ايه. انا اليوم اللي مش بشوف فيه امي ببقى متضايقة جدا. اقسم بالله ما بكدب عليكم، انا امي قريبة مني جدا يعني، بيني وبينها شارع. فلازم خلال اليوم بتاعي سواء الصبح الظهر العصر المغرب العشاء لازم اروح اشوف امي واقعد معاها حتى نص ساعة ساعة. يعني المهم ان انا اقعد معاها واتكلم معاها وخلاص. ربنا يا رب يخليها لي ويديها الصحة ويخلينا امهاتنا جميعا. فانا بقولك انا دي من الحاجات اللي بتريحني نفسيا، لان انا عندي امي كده مكانها كده قدام منها فاضي كده وفي زرع بقى كده وارض زراعية كده مزروعة خضرة وحاجات حلوة. فبروح من ناحية استمتع بالجو الحلو ده واقعد مع امي شوية نقعد نتكلم احكي لها عن يومي مع الولاد والدوشة والحاجات دي. واليوم اللي مش بشوفها فيه ببقى مخنوقة ومتضايقة من نفسي جدا وحاسة ان انا مقصرة عشان ما شفتهاش النهاردة. فدوت يعني ده ابسط حاجة من غير ما تكلفني ومن غير ما اصرف. بالعكس ده انا بروح بلاقيها عاينة لي حاجات ويعني المهم ربنا يا رب يخليها لي يا رب ويديها الصحة والعافية وطولة العمر اللهم امين، هي وجميع امهاتنا جميعا. فقصدي كلامي ايه، انك انت اعملي الحاجات اللي بتسعدك وبتبسطك من غير ما تكلفك، عشان ما تنفجريش، عشان مش يجي عليكي وقت وتحسي ان انت ما بقيتيش قادره على اي حاجه. وده احساس بيجي لستات كتير بسبب ان هي بتفضل كاتمه جواها ومش قادره تتكلم، لان هي شايفه الوضع قدامها، لا عارفه تخرج، ولو خرجت الاسعار غاليه قوي مش عارفه تجيب. يعني بصوا ده كلنا الناس اللي هي والله حتى اللي معاه واللي مش معاه دلوقتي كلنا الأغلبية بقى مضغوط جدا بسبب الأسعار وبسبب الحاجات اللي عادت بتحصل حوالينا. فالمهم هرجع وأقولك تاني، اسعدي نفسك وابسطي روحك بأبسط الأشياء أو بأبسط الحاجات المتوفرة عندك. رغيت كتير في الموضوع ده، بس والله العظيم ده عن تجارب وحاجات انا مريت بيها فحكيتها لكم وحبيت ان انا افيدكم بيها. وبرضو اللي عنده معلومة او عنده اي حاجة بتريحه او بتغير موده او بتغير من نفسيته يكتب لنا في الكومنتات، عشان دي ده برضو حاجات نتعلم من بعض يا جماعة. زي ما انا بقول لكم تجاربي وبحكي لكم، فانتوا برضو اللي عنده اي معلومة عنده تجربة لما بيعملها بيرتاح يكتب لنا في الكومنتات، بحيث ان احنا نستفاد من بعض. وحاجه كمان عايزه اتكلم فيها، والحاجه دي انا بقى بصوا كانت تعباني نفسيا جدا، الا وهي ايه؟ الكمال. انا عندي مشكله ان انا بحب كل حاجه تكون عندي بيرفكت، وده شيء متعب جدا. وانا بصراحه عايزه اقول لكم انا عانيت منه كتير قوي. مش لازم كل حاجه تكون مثاليه، بس الحمد لله مؤخرا بقيت ان انا عدت بقتنع ان انا مش لازم تبقى كل حاجه عندي تكون مثاليه، وكل حاجه لازم تكون مظبوطه على الشعره. مش لازم يكون بيتي بيلمع 24 ساعه طول الوقت. انا اصلا عندي ولاد صغيرين وعندي حاجات قد كده، فطبيعي ان البيت يتبهدل وطبيعي ان البيت يتسخ وطبيعي ان الحاجات تتكركب ده كله طبيعي، ده كله طبيعي. اما انا ربنا مديني الصحه ليه؟ الصحه دي نعمه عشان الحاجه تتبهدل وانا اعملها وانا اسويها، بما ان انا كستات بيوت. فالحاجه دي كمان يعني زي ما قلت لكم مش لازم تبقى كل حاجه بتلمع وكل حاجه على الشعر. في الختام بقى حابه انهي معاكم واقول لكم اهتمي بنفسك عشان تقدري تكملي. احنا مش آلات، احنا مش آلات. ولو وصلتي بقى معايا لحد هنا اكتبي لي بقى في الكومنتات انك تستحقي تهتمي بنفسك، وشاركي الفيديو ده مع ستات زيك يمكن نكون سبب نفرح بعضينا. هنا بقى كنت خلصت النيش بتاعي، وحبيت بقى ان انا كده ايه اديله بقى المسحه الاخيره كده والمع الخشب بتاعه والازاز. اشوفكم بقى ان شاء الله في فيديو جديد. ولو وصلت معايا لحد هنا ما تنسيش تحطي لي لايك وتشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس. ومع السلامه واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.